يلا بينا. تدي عشان انا بتمرن على المقدمه بتاعتك بقالي كتير فعارفه اقول ايه. عاملين ايه النهارده بقى في قعده حكاوي؟ انا معايا حد مختلف تماما، بيتكلم عن حاجات مختلفه. معايا المختلفه والجميله جدا بسنت دينار. انت اللي جميله والله يو ار انسايد اند ان اوت، Thank you so يعني much. وانسايد اهم، الداخلي اهم. حبيبتي ربنا عامله يخليك. ايه يا الحمد بسنت؟ لله كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه قوي ان انت معايا وانا النهارده. كمان ان شاء والله. الله تبقى حلقه لطيفه إن شاء الله. ونطلع حاجات جوه بسنت يلا كده بينا يعني. انا موافقه. بسنت انت اول حاجه انا لاحظتها طبعا من مذاكرتي للاكونت العميقه من ساعه ما بعتلك بنزل تحت بنزل يو ار سيف هير، صح؟ انت كاتبه كده في البايو بتاع الانستجرام، يعني انت هنا بامان يعني، ومنتل هيلث صح، وتوكس وحاجه تانية اعتقد. والله بس يعني هو ده انت، بس ليه كاتبه كده؟ علشان انا دايما بحب ان لو انا هبقى عايزه ابقى احساس لحد، انا عايزه ابقى احساس الامان. انا بجد لان لما بتحسي مع حد بالامان او بتبقي حاسه بسيفتي وانت بتحكي لحد حاجه او بتبقي موجوده حوالين حد، بيبقى حاجه حلوه قوي يعني. بجد بحس ان هو من المشاعر التوب تير قوي يعني لاي بني ادم. عن الونس دي من وجهه نظري يعني، عن الونس مثلا، عن الجوي او كده، بس السيف بيبقى حاجه طب انت بالنسبه لك عميقه قوي. ان الانسان يبقى ان انا احس بالامان يعني ايه؟ الامان يعني هو ايه بالنسبه لبسنت طبعا؟ بصي يعني انا عامه مثلا انا اصحابي بحس معاهم بالامان من ناحيه ان انا ابقى انا نفسي من غير اي نوع من انواع الجادجمنتس. احكي حاجه وانا عارفه كويس جدا ان دي حاجه مثلا مش هتتمسك ضدي، مش هتعاير بيها، هتحس عادي. مشاعري هتتقدر، كلامي هيتقدر. يعني انا كبني ادمه اوريدي متقدره متشافه يعني. بحس ان الامان ان جنرال اللي هو انا حاسه براحه وانتي موجوده، فبقيت اللي هو انا بسيك وجودك ان جنرال في حياتي اكتر، علشان انا اوريدي حاسه براحه، او انا عارفه ديب داون ان انا كده كده البني ادم ده موجود، او تحس ان انتي في حد في ظهرك كده يعني. ايوه نو ماتر وات، صح. اللي هو بالظبط. يعني ما انت بداتي امتى على السوشيال ميديا؟ 2020. بداتي بقى بعد الكورونا بشويه؟ لا صح؟ في كورونا. في الكورونا هي السبب اصلا. لا والله. والله. بس انت متخرجه من طب اسنان، صح؟ اه فانت دكتوره بسنت. وسبتي الدكتوراه سبت كل حاجه. انت اصلا من قبل ما تخشي يعني كليه طب اسنان انت كنت عايزاها اصلا؟ لا جت صدفه. انا كنت مقدمه على ميجر سايكولوجي بره. حلو. ومعرفش ماما قررت ان لا، انا حاسه ان انا عايزه بنتي تقعد في حضني، وانا كنت البنت المطيعه وما زلت يعني. بس فقلت طب ايه يعني، انا مجموعي وقتها الحمد لله كان يجيب ان انا ادخل اي حاجه. بس انا وقتها كنت رياضيه، فكنت محتاجه كليه وجامعه ممكن تبقى مساعداني شويه في برضو مجال الرياضه. بس مهما حاولتي هي الكليه نفسها مش يعني عمليه، فات سام بوينت تقيله وعمليه، فات سام بوينت يعني مهما يعني. هم بصراحه الفايس دي ساعدتني جدا وكانت واقفه في ظهري جدا اول سنتين. بس بعد كده قالت لي بس انت براكتيك خلاص، انت داخله ثالث سنه مش هينفع، انت لازم تشتغلي بايدك. الموضوع ما بقاش نظري انيمور. بس وبعدين اصلا اوريدي صدفه حصل لي اصابه، فاوريدي سبت بقى انت كنت بتلعبي كنت بلعب سلاح شيش، سيف مبارز. ايه ده ما شاء الله، دي كمان رياضه مختلفه. ورياضه يعني مش عايزه اقول مش بنات كتير، لا ممكن يكون في بنات كتير، لا بس مش متعارف عليه ان انا صح؟ اتصدمت من كده بقى، لان اصلا في رياضه اسمها الخماسي الحديث اللي هي المودرن بتاتلن. دي اصلا برضو يعني هم 5 لعبات منها السلاح، وانا كنت بلعب خماسي، وبعد كده لما حبيت السلاح اكتر خليت نفسي سلاح بس. فاللي هو يعني خلاص بقى. طب جيتي بقى طب ايه اللي خلاكي تخشي طب اسنان تحديدا؟ يعني خلاص مش هتسافري، انا كنت واخده، انا كنت امريكان دبلومه، ففي الاس اي تي 2 بيبقى بتختاري بيولوجي او كيمستري او كده، فانا اخترت بيولوجي. انا بحب الحاجات العلميه ان جنرال، فانا اتس ايذر هدخل طب، مش هدخل حاجه غير، مش هدخل مثلا هندسه، مش هدخل بيزنس، مش هدخل اي حاجه. فاتس ايذر طب او وقتها عرفت ان في طب اسنان. انا كنت فاكره كل ده ان طب اسنان من طب اصلا. حلوه قوي والله عارفه اللي هو فبابا يقول لي خش اسنان. فاهمه. فاللي هو قلت، فبابا يقول لي خش طب، بس قلت له يعني طب؟ قال لي لا اسنان. فقلت له كنت عارفه ان هي دي كليه لوحدها بقى.
بس عارفه اللي فطلعت هو كليه that's- لوحدها. عارفه اللي هو الجمله اللي هو بتاع that's how far انا بعيده بالظبط. قوي. ما انا بقى مش فارق لي، انا كده كده سايكولوجي، انا مش مهم انتوا بتعملوا ايه في اي كليه تانية، انا كده كده رايحه على الكليه اللي انا عايزاها. بس اوكي. بعد وخلاص بقى كده خلاص دخلتيها بقى. بقى. طب تأقلمتي؟ انتي مش الشخصيات اللي بتتأقلمي يعني صح؟ البراكتيكال بصراحه اسنان از انترستنج جدا على فكره، وفيها ارت. اه يعني فعلا اللي عنده باشن في اسنان بجد بيروح في حته تانية بجد. ات سام بوينت فيها تخصصات على فكره كتير. اوكي. فانا بحب قوي الارت اللي فيها. برضو بحب الجراحه الصراحه، انا كنت وقتها دارسه زراعه. مم. يعني هي اسنان هي حلوه كبراكتيكال وايز، هي حلوه فيها تفكير، فيها كرياتيفيتي، ما فيهاش اللي هو الغشامه دي. بس الا لو انت عايزه تبقي جراحه بقى. طب انتي اتخصصتي ايه؟ انا كنت عايزه جراحه بقى. فعلا؟ بس انتي اخدت يعني اديت لنفسي فرصه ان انا اخد كل تخصص لوحده، لان انا كنت انترستد قوي باكتر من تخصص. في نفس الوقت at some point at the end of the day طول ما انا لسه صغيره انا محتاجه اشتغل كل حاجه لحد ما ابقى متمكنه من التخصص بتاعي. ممكن ما عندي يعني في ناس كتير قوي زي مثلا دكاتره التقويم 3/4 ما بيشتغلوش حاجه غير تقويم، دي حقيقة فاهمه؟ فعلا. بس مش هتلاقيهم بيشتغلوا بيحولوا اي كيس ما عدا التقويم كده. فكل ما واحد يكبر وبيشتغل في تخصص معين هتلاقيكي مش بتشتغل غير التخصص ده. انا كنت لسه صغيره فكنت حاسه ان انا عايزه اشتغل اكتر من حاجه، فكنت بقى باخد كورسز او ريزيدنسي او دبلومه او كده. دوستي فيها كمان اه كدراسة؟ اشتغلت عادي كنت بشتغل في 3 عيادات كمان ساعتها؟ كنت بشتغل في عياده اوبريتور، حلو. وفي عياده ماركتير واسيستنت اوبريتور، وفي عياده فوتوغرافر. بجد انا دول كنت كان ليهم علاقة بالأسنان؟ ايوه انا اوبريتور ده اللي هو اللي الدكتوره هو نفسها. دكتور. اوكي. بس والتانية بقى انا بماركت كنت بقى هم كانوا سايبين لي الصراحه العياده. انا كنت بحب الدكاتره دول قوي بجد. وكانوا دايما بيشجعوني على السوشيال ميديا اكتر وبتاع، وكانوا حابين اصلا بيقعدوا يتفرجوا عليا، والموضوع كان انترستنج جدا. اوكي. بس بعد كده في الاخر بقى اللي هو خلاص النصيب بقى هنعرف بقى. لا هو دكتور اوفو از ماي جاد فادر الصراحه. فهو في الاخر حس ان انا بدات اسحب من اسنان، فانا قلت له بص بصراحه انا اي نيد ا بريك. كانت قال لي امتى بقى تحديدا؟ في 2022 اول 2022. حلو. بس كنت بقالك كده سنتين صح؟ كان بقالي سنتين خلاص. يعني انا كنت في 2020 كنت امتياز ماشي وخلصنا. بس انا يعني مستشفى الجامعه قفلت وكل حاجه، فانا بدات اوريدي خلاص بقى تريننج في العيادات. بس انت اصلا ما كانش في دماغك السوشيال ميديا تاني؟ انت بداتيها؟ لا صح؟ بداتها في الكورونا بقى. بس قصدي بداتيها it was for fun. بالظبط. فيديوهاتك كويس قوي. لا تروحي it was for تجربي fun. مثلا حاجات it تشربيها was it was for fun خالص يعني. كان فعلا ما كانش ده التارجت بتاعي خالص. وسبتها سنه على فكره. تيك توك سبتها سنه. عشان ما كانش يعني ما كنتش عارفه هاو يعني انا ما كانش ده التارجت بتاعي، بس انا التارجت بتاعي حياتي. بس لحد ما رجعت قلت طب واي نوت ان انا ابدا ماركت لنفسي كدكتوره سنان اصلا. حلو. بس علشان رجعتي مختلفه بالظبط. رجعت وكنت شويه بماركت ثرو الاسنان وكده، بس في نفس الوقت مش قادره استغنى عن الانترتيننج بارت. انا ستيل حابه اخرج وحابه اجرب وحابه أيوة. فاللي هو انا حاسه ان انا خلاص قلت خلي البيج دي البلوج بتاعي انا كباسنت. شو بقى هي بتعمل ايه بتقول ايه، بس بالزبط. خلينا نحط الحاجات اللي انا حابه ان انا احطها يعني. بس فجيتي بقى في 22 اولها ولا اخرها؟ اولها. لا اولها على طول. ايه اللي حصل بقى؟ مفيش. انا كنت في شهر 12 2021 حصل انسيدنت غريبه جدا، وفجاه تحس ان ربنا بيخليك تتقفلي من حاجه. وعماله واحده واحده كل شويه الظروف بتتعك وعماله بتقفل. بعد كده قلت خلاص خليني اسيب شغل العيادات ومثلا السنه دي خليني مثلا اروح الجامعات وادرس وكورسز ودبلومه اكتر واشوف بقى هوصل لحد فين. مش عارفه بقى كل شويه حاجه بتتقفل، كل شويه بلاقي نفسي مقفوله لحد كده ما وانا من جوايا بصراحه كنت مديه لنفسي فرصه، بس انا كنت بضحك على نفسي. يعني انا في شهر 12 2021 كنت حتى صورت نفسي فيديو بس ما I didn't post it، وقلت بصي خلينا ندي لنفسنا سنه، اخر السنه دي نشوف احنا هنعمل ايه. فانا اصلا من جوايا انا كنت سايبه، بس انا ما كنتش يعني مش قادره اقولها. مش ما كنتش ما اعلنتش خالص. لا غير ان انا لا ما كنتش قادره اواجه نفسي ان انا اوريدي خلاص انا واجهت نفسي. بس قلت ميبي لو في اي تشانس تانية، وفي نفس الوقت ما كنتش قادره لا اقول لماما ولا اصحابي ولا اي حاجه اوكي. ما كنتش. بس وقتها قعدت بقى مع رنا، هي بقى الاكسبيرينس عندي طبعا. بس فقعدت بقى تتكلم معايا وكده باسلوب فعلا انا محتاجه ان حد يتكلم معايا بالاسلوب ده، وقعدت تنصحني باسلوب معين حاجه تفيدني او كده.
عن ما كنت لما حاولت اخد راي اكتر من حد كان بينصحني لمصلحته، كان بينصحني حلوة قوي من وجهة الجملة دي. نظره، فاهمه؟ لكن هي رنا لما قعدت تتكلم معايا شي واز لايك طب انت حاسه بايه؟ انت دلوقتي عامله ازاي؟ تعالي نحسب طب السنه الجايه انت هتبقي فين؟ طب انت بتحبي ده، انت بتحبي مثلا منتل هيلث، يمكن انت محتاجه، انت ممكن تحققي حياه اللي انت عايزاه ثرو الموضوع ده. وقعدنا نتكلم كتير قوي في الموضوع، وكانت اول الواحده وتقريبا الوحيده اللي كنت اتكلمت معاها ديبلي قوي في الموضوع، كانت شجعتني جدا على ان انت خلاص. طب اه انت كنت عارفه انت عايزه ايه؟ وقتها. لا انا بصراحه ده بقى كان الريسك. انا قلت انا هدي لنفسي سنه على ايه، قلت كده هشوف نفسي هوصل لحد فين. I didn't plan anything. وبصراحه ربنا كرمني كتير، انا مش قادره، انا privileged ربنا كرمني كتير قوي. بس ماما كانت سبورتيف بس ما كانتش مستوعبه. ما انا كنت لسه هسألك بقى، هي ما كانتش مستوعبه. واجهتي طنط ازاي يعني، او قدرتي ازاي تقولي لها اتليست انا مش عايزه اللي انا بعمله؟ في الاول كان في زي تلميحات، طب ايه رايك، طب على فكره ده ممكن يحصل كذا، ممكن ابقى في الحته الفلانيه، طب ما انا ممكن احقق ذاتي، ممكن اخد دبلومه في الحاجه الفلانيه بتاع كده. وهي ما كانتش مستوعبه، طب مش فاهمه برضو، طب دخلك، طب انت هتعملي ايه، طب الدراسه، طب مش عارف ايه، طب حرام عليكي، طيب الفتره اللي فاتت الكلمه المعتاده وبتاع. قلت لها انا مش ندمانه، يعني انا مش ندمانه على انا اسفه ان انتوا، قلت لها لو على كده انا هشتغل على نفسي، هرجع لك طب فلوس الجامعه اي حاجه، فاهمه؟ قالت لي الموضوع مش كده، هي مش مستوعبه الدنيا حياتي ممكن تبقى ماشيه ازاي، ولا انا والله ولا انا كنت مستوعبه. انا سوري يعني مش عارفه هعمل ايه. اديني فرصه اكتشف او اديني نفسي. فرصه بالظبط، ده اللي انا قلته فعلا بالظبط. ففي الاول ما كانش فيه استيعاب قوي، لحد بقى ما في يوم انا فاكره ان كان عندي نايب زير في عين شمس. وكنت رحت اول يوم وخلصته. بعد ما خلصت اول يوم روحت قلت لماما خلاص كده. وقبلها كنت انا مسكت المنتور بتاعي هو دكتور رؤوف. قلت له بص انا عايزه اخد بريك اشوف، يعني مش هيحصل، خليني اركز في نايب زير وبتاع. قال لي انا عارف انك مش ترجعي. قال لك كده؟ هو عارفني وحافظني، هو واثق فيا. قال لي بس بصراحه هو كان سبورتيف جدا. قال لي انا عارف انك مش هترجعي، بس وانا فخور بيكي وواثق انك هتكوني في اماكن ومش عارف ايه وبتاع. وفعلا كمان سنه لما شفنا بعض فعلا انا كنت في مكان تاني وهو يعني يعني فالحمد لله. يعني كل بقى سنه بحب كده يبقى في انيفرساري كده بيني وبين ماما، اسالها ها بقى ايه اخبار، يعني ندمانه على القرار اللي انا خدته؟ تقول لي ده احلى قرار انت خدتيه معايا. اتس هاسل. بصي مشوار اسنان طويل، ولو انت ما عندكيش باشن ليه مش هتستحملي. مشواره طويل جدا يعني. انت ممكن نقول ان انت الحقيقه صدمتك بعد التخرج؟ طبعا مكلف جدا. وانا وقتها كان بابا توفى وماما مش بتشتغل، فانا كنت فعلا حاسه ان انا عبء قوي، عبء تقيل قوي عليها، عبء تقيل قوي قوي عليها، لان هي المصاريف بجد غشيمه جدا بالالوفات. بالالوفات العيادات بالالوفات لما حد بيوصل يعني انا كده ولسه ما كنتش فتحت عياده، كنا لسه بنفكر. بس لا المصاريف بالالوفات، اي كورس او اي دبلومه يعني اقل حاجه الوفات بجد، الوفات مثلا مش 2000 3000 جنيه الوفات. الوفات مؤلفه زي ما بيقولوا. انت بداتي من التيك توك صح؟ والتيك توك طبعا يعتبر مكان بالنسبه لك حاجه بالظبط بجد. امتى اللي كانت البوم؟ سنه كام؟ البوم 22 ولا 23؟ لا هي اخر 21. ما هو كل حاجه حصلت في الوقت ده. كل يعني كل الحاجات دي حصلت في الوقت ده. وقتها حصل لي البومينج وحصل لي الفيريفيكيشن وجات لي اول كامبين. كل ده من على تيك توك ولا كنت بداتي كمان انستجرام؟ لا انا اوريدي كنت على انستجرام، بس تيك توك مثلا انا كنت 500,000، انستجرام انا كنت مثلا 8000 10000. ما كنتش بهتم قوي بانستجرام، ما كنتش فاهمه قوي يعني. امتى بقى يعني انت في فتره كده انا فاكره كويس قوي ما شاء الله، انا نفسي حتى اتخضيت من الرقم اللي عندك على الانستجرام. كان في حاجه حصلت خلت الرقم ده يكبر قوي او الناس تتابعك هناك اكتر كده، ولا بقى انت ابتديتي تهتمي بيه؟ لا وقتها انا حسيت ان في استراتيجيز مختلفه. ووقتها قعدت اقول طب يعني، وقعدت كده انستجرام بيبقى عنده كده حاجه زي الكرييتور هاب، فبيدي زي نصايح او حاجه كده. فانا قلت اشوف فعلا. ووقتها بدات استوعب ان كل بلاتفورم ليه استراتيجي معينه، ان مش كل اللي نزله على تيك توك هينفع على فكره هينفع انزله على انستجرام. وان الانستجرام ده الكلوزد كوميونتي بتاعتي. وبعدين في حاجه اسمها ستوريز،
صح. فدي انا بحب الستوريز قوي بصراحه، من اكتر طبعاً. الحاجات اللي انا يا بحبها جماعة في very البلاتفورمز active والله. كلها. أنا ما بحبش في الستوريز بتاعتها. ايوه بجد بحب الستوريز جدا، بحس ان انا قاعده بقى مع اصحابي بقى بنرغي. ايوه، ومش محتاجه ان انت تتكلفي يعني، فاهمه؟ اه الستوريز سهله، كونتنت سهل يعني. بس فده ابتديتي تركزي وقريتي حاجات طبعا من على فقلت طب فعلا هو فعلا مش كل الحاجه ليها ستايل. بحس ان تيك توك اكتر تحس ان هو عشوائي شويه، ممكن تنزلي اكتر من حاجه فيه. انستجرام لا، كل شويه الالجوريثم بتتغير. في ناس دلوقتي طلعت بتقول لا نزلوا مثلا مره او يوم او يوم لا كده بقى، او مثلا على حسب يعني يعني تنزلي احسن مثلا فيديو يكون حلو قوي احسن ما تنزلي كل يوم فيديو خلاص. استراتيجيز بقى، انت ماشيه مع استراتيجيز كده علشان تشوفي انت هتكبري ازاي. فقلت طب ما اشوف كده فعلا لو هي different strategies واشوف ايه اللي هيحصل. تمام، فعرفت بقى. فلقيتي يعني خلطه النجاح اللي انا بحس ان كل واحد ليه خلطته بصراحه. بالظبط. يعني ممكن تكون اللي انت عملتيه ممكن مش شرط نوع علشان انا عندي الاودينس بتاعي مختلف عن حد تاني. بالظبط. ففي الاول وفي الاخر انت مع الوقت بتشوفي انت والاودينس بتتفقوا على ايه بالظبط. بس انت بتتكلمي كتير قوي على المنتل هيلث، وحتى كمان ممكن تكوني بتقولي معلومات تبان بسيطه، يعني اللي عارفه اللي يسمعها فعلا كلامها منطقي، بس مش بالضروره كل الناس عارفه. يعني انا فاكره كويس قوي لما كنت عملتي فيديو او كانت ستوري، لما انت كنت تقولي انت ما لحقتيش تعيطي، وان انت لما كبرتي حسيتي ان انت كنت دايما اللي هو لا مشغوله وكده. يعني اخدتي وقتك لما كبرتي شويه؟ لا برضه انا عايزه اقول لك لسه الموضوع ده حصل لي من يومين. عارفه بجد لما تكوني بقى، ما انت بقى انت خلاص متعوده ان انت بتركني التراب تحت السجاده. فاللي هو بجد لو كوبايه الشاي دي وقعت بقى تنفجري. هو دي الضغطه بقى دي، هي دي. فبجد من يومين كنت قاعده بعيط زي العيال وعماله بدبدب زي العيال، بجد زي العيال. عمري عشان في برودكت انا ما لقيتوش عندي، وماما قلت لها انت اكيد وقع منك وانت بتشيلي الكرتونه. فعلتي بقى بجد. فقعدت بقى وجبت القديم والجديد ومش عارفه اللي هو حسيت اللي هو قلت لنفسي لا، واضح انك كنتي كابته ومضغوطه، لان مش ده السبب خالص اللي بنعيط عشانه يعني. صح. بس وهي طلعت كده. يعني حته العياط دي الواحد مع الوقت ومع الظروف بيبقى هايبر اندبندنت، ما بيبقاش عنده رفاهيه قوي انه المشاعر دي، فاهمه؟ بس طيب انتي خدتي حاجات كتيره في المنتل هيلث عامه، ما فكرتيش ان انتي تبقي تاخدي الموضوع مور بروفيشنال وتقدمي ان شاء الله على اخر السنه اول السنه الجايه كده؟ حلو الاكسكلوسيفيتي دي يعني ان شاء الله. ما انا بدات اخر السنه اللي فاتت. اوكي. وعلى فكره وي هاد ديسكشن الدكتور بتاعنا فقال على فكره يا جماعه انا دلوقتي انا ام سيرتيفايد بس انا ما اعلنتش، هو اكسكلوسيفلي كده والله شفته. بس وقلت ان انا صراحه انا حاسه ان انا في ستيبس اكتر محتاجه احسنها في نفسي، علشان بالذات ان انا مش عايزه اضحك على نفسي. لما مثلا انا الفتره دي I don't have time اصلا لنفسي، فانا حاجه زي دي هتبقى بروفيشنال، هيبقى شغلي. انا محتاجه ادي الانرجي للناس، محتاجه اركز مع الناس اللي انا هساعدها نفسيا. انتيتيز لوحدها بالظبط. فهضطر استغنى عن حاجات كتير. يمكن انا دلوقتي مش قادره استغنى عن الحاجات دي، فقلت خلاص انا هستغل الفرصه وادرس السنه دي كلها، وبعد كده اكون ظبطت حياتي، لان برضو العزال والسفر والمجي عدم الاستقرار بيبقى صعب بصراحه. لا والعزال احنا معاكي، بصي ما اقول لك قلبا وقالبا يعني القطه ونو كل حاجه صعبه يعني. لو اكتر حاجه تحبي تقوليها على موضوع يعني في ناس مثلا مش عايزه اقول بتستهون او حاجه، بس مثلا ان انت تبقي مكتئبه ما انت مش عامله اللي عليكي، او انت مش قريبه من ربنا، انت ايه رايك؟ هل فعلا لو حد متضايق ده بيبقى بعد عن ربنا؟ لا بصي هقول لك حاجه، خلينا متفقين وده كلام كلنا عارفينه يعني، دي المعلومه اللي هقولها دي مش جديده. الاكتئاب مرض. عشان كده انا مثلا كنت شفت حد من قريب كان يعني هو انا عارفه انا متفهمه ان في ناس بتتكلم عن عفويه او عن مشاعر او بترد على ردود معينه عن مشاعر، بس انا بالنسبه لي لو هنتكلم في البارت ده فيلا نتكلم بطريقه علميه اكتر. ما هو ده اللي انا بقوله على فكره. انا كلامي هنا انا بجد مش قصدي خالص اقول ان انا مش اكيد انا مش قصدي ان انا بقول لا بالعكس احنا لازم نبقى قريبين من ربنا. لا ده كده كده ده كده كده لازم تصلي بس ده كده كده. ما هو ده الفكره كل حاجه وام نوت اوكي. ما هو ده الفكره اللي انا عايزه اقوله، ان انا مش المفروض لو انا جالي كلاين مش هينفع ان انا اربط له اكتئابه بالصلاه. ليه؟ علشان ميبي لو صلى and he's still not okay هياخد ان هو كده ان الصلاه وهو ما عمليش حاجه.
الصلاه فرض ملهاش علاقه بالامراض اللي عندنا. بالظبط. الصلاه فرض، فملهاش علاقه بان انا مكتئبه ولا لا. انا مكتئبه مش مكتئبه هصلي، ده اولا. فالقرب والبعد من ربنا، لا، في ناس بتروح في الكعبه بتبقى مكتئبه، بتبقى عادي يعني. في الاول وفي الاخر دي مشاعر وبتبقى كيميكالز في المخ. فالاكتئاب مرض، بس عشان هو مش متشاف، عشان الوجع بيبقى نفسي مش بيبقى جسدي. بالظبط. مع ان الوجع النفسي at some point بيعطلك عن حياتك زي الوجع الجسدي. طبعا. تمام؟ يعني انت لو انت مكتئبه او انت مش كويسه مش هتبقي برودكتيف، بالظبط. مش هتبقي شخص منتج، صح؟ بالظبط. او هتبقي منتج حسب طبعا الدرجات برضو الاكتئاب ليفلز يعني. ولازم تتشخصي بيه. يعني ده اللي انا عايزه اقوله، ان فعلا بلاقي ناس كتير قوي بتسال طب انتي نطلع ازاي من الاكتئاب؟ انتي عرفتي منين انك عندك اكتئاب؟ عشان لو انتي عرفتي ان انتي ما عندك اكتئاب وتشخصتي بيه، مش هتساليني السؤال ده، هتكوني اوريدي بتتعاملي مع الدكتور بتاعك. انتي لازم تكوني متشخصه بالمرض ده علشان تسالي اطلع منه ازاي. في فرق ما بين الاكتئاب والزعل والبيرن اوت، هي كلها مصطلحات ومش بتوصل لنفس الجهه. فاهمه؟ في ناس بتبقى ملانه من الروتين عادي، صح. فاهمه؟ في ناس بتبقى زعلانه، في ناس بتبقى موجوعه. بس الاكتئاب كمرض اتس سو ديب، ولازم يتشخص من حد متخصص. ومش هتساليني السؤال ده لو انت متشخصه من حد متخصص، عشان تكوني اصلا في البروسيس ان انت تطلعي منه. او برضو زي ما انت قلتي، يبقى كان الناس ساعات ممكن تكون بتستهون بالكلمه شويه. بالظبط. او يعني متعودين ان احنا نقولها انا زعلانه فانا مكتئبه يعني. ايوه بالظبط. طب في موضوع الزعل برضو عامه بحس ان في حاجات مثلا ايه، يعني مثلا ندى اللي هو شخصيه حساسه فور اكزامبل، بس انت مثلا اقوى مثلا من ندى في حاجات معينه. فلما تيجي ندى تحكي لحد حاجه، فيجي الشخص ده مثلا يرد عليها يقول لها انت مكبره الموضوع قوي. موضوع انه عارفه لما حد يناقش المشاعر، ايوه انا ممكن تمام وجهه نظرك فالid، بس مش عارفه ليه انا بالنسبه لي بحس ان مش مفروض تتقال كده. صح، لا مش المفروض تتقال. بصي هقول لك حاجه، يمكن عشان دلوقتي بقيت متفهمه شخصيات. بس في ناس، في حاجه اسمها الايموشنال انتليجنس اللي هو الذكاء العاطفي. مش كل الناس فعلا عندها الذكاء العاطفي ده. مش كل الناس خالص عندها الايموشنال انتليجنس او السوشيال انتليجنس. وفن الردود اصلا، يعني مش كل الناس بتبقى عندها الاندرستاندابيلتي. فاهمه؟ وده على فكره ما يخليكيش شخص اللي هو تبرر لهم، لا. فاهمه؟ يعني انا عندي ان انت لما حد يقول لك كده قولي له انا حاسه، انا يعني دي كلمه ضايقتني، انا من حقي ان انا احس، انا من حقي ان انا اقول اللي جوايا. الحاجه اللي بالنسبه لي كبيره عندك ممكن تكون حاجه صغيره عندي، والعكس. فاهمه؟ فعشان كده انا باخدها اللي هو، يعني انا لو حد قال لي كده، انا دلوقتي مثلا بقيت اتليست افهمه، مش برد اللي هو بغشامه، بس لا بفهمه. لان على فكره انا في عيلتي كنا كده. بس مثلا انا هقول لك ماما ما كانتش بتقول لي كده علشان هي بتستهون بيا، هي علشان تقويني مثلا. فاللي هو لا مش للدرجه دي، مش عارفه ايه، انت حساسه شويه ما تكبريش الموضوع بتاع. بالظبط. وبتضايق جدا لحد ما قعدت اتكلمت معاها وقلت لها على فكره انا ماشي، انا حساسه، ده مش عيب. مش يعني كون ان السنسيتيف بيبل مش حاجه، انا مش معيوبه علشان انا حساسه. يا ستي انا واحده سنسيتيف، انا واحده عندي مشاعر قويه. بالظبط. اسمعيني، هو انا طالبه ايه؟ اسمعيني او خلاص بس ما تقوليش انا مكبره الموضوع. انا بالنسبه لي موضوع اصل كبير. هو لما حد بيقول لك الجمله دي الموضوع لسه كبير. بالعكس انا بتضايق اكتر. ده كده بس عارفه اللي هو انت لما حد يقول لك كده، انت مثلا بالنسبه لك ايه، هل عقلك مثلا هيفهم الموضوع صغير خلاص الموضوع صغير؟ لا مش هيصغر. فاهمه؟ بحس اللي هو يعني. طب بحسك دايما من اكتر حاجات برضه بتتكلمي فيها على السوشيال ميديا، انا مش عايزه اقول women empowerment وكده يعني طبعا انت بتعملي ده بشكل كويس قوي، خصوصا كمان انت ما شاء الله انت جايه من دايفرستي جامده قوي، يعني مش مصريه بس كمان، فعندك عندك خلطه كبيره يعني في العيله. بس ايه اكتر حاجه بتحسي ان الناس بتشوفها غلط عن الستات؟ والله طبعا عندك ثقافات مختلفه طبعا في حاجات كتيره يعني، بس ان اللي انت قابلتيه او يعني انت مثلا هقول لك، انت كان مكتوب لك من كام يوم كومنت انا فاكره ردك. لا بس انا بالنسبه لي ده يعني مش انا حاسه انا اصلا اتصدمت، لان انا فاكره ان الكوميونتي ده انتهى. انا كنت فاكره ان خلاص اكيد الفكر ده انتهى يعني. بقول لك خلصتي، انا مش هقول لك كلمه طبعا، بس اللي هو يلا بقى روحي المطبخ ولا ما اعرفش ايه يعني. بصي مش عارفه، انا حاسه ان بصي هقول لك حاجه، في حاجات هي فكر، بس حتى لو الفكر ده صح بس بيتشاف باسلوب كانه ده عيب او مهين يعني. يعني انا بالنسبه لي اللي هو الستات ار ايموشنال، طب ما هو على فكره دي نعمه من عند ربنا، عشان كده احنا امهات. فاهمه؟ دي نعمه. الايموشنز على فكره مش حاجه، فاهمه؟ اللي هو الستات على طول حساسين، الستات هرموناتهم مش عارف ايه، ماشي يعني بيولوجي،
اعمل ايه؟ طيب هي دي الفكره، ان انا بتحس ان الكلمه بتتقالك باسلوب ان دي حاجه وحشه او دي حاجه عيب، مع ان ده نورمال، دي حاجه عادي جدا. عادي. في على فكره رجاله حاسين، بس في رجاله مش ايموشنال. عارفه تحسي اللي هو لا يعني ماشي الدايفيرس الاكتريه احنا، بس هي دي الفكره، ان احنا المفروض علينا جزء. ماشي احنا بنعرف مثلا ندير بيت، او احنا عندنا حته اللي احنا فينا حته الامومه، فينا حته ان احنا نعمل وبتاع. اللوجيك بيقول ان احنا اللي بنطبخ او مش عارف، بس عادي عادي في يعني بجد احسن شيفات في مصر رجاله بجد. والله موضوع الطبخ بقى ده بالذات بجد انا مش قصدي حاجه والله. انا ما بحبش المطبخ، عادي. انا بطبخ بس انا ما احبش المطبخ. على فكره انا في بيتي بابا اللي كان بيطبخ. انا بابايا بيطبخ والله لا ماما مش بتطبخ خالص خالص خالص. لا مكرونه وبانيه والله العظيم من اللي هو الحاجات ده دي كده جابت لي ماما ايتنج ديس اوردر بجد والله العظيم. لا ماما عامله طبخ لا النهارده بجد كده. ما فيش، هي اختي الحمد لله اللي بتطبخ. ما شاء الله. بس انت دلوقتي طب بس انت بتحبي على فكره تخشي. انا بحب الطبخ بس الفكره ما بشوفك بتدينيش يعني. فرصه، هي ما بتدينيش فرصه تقول ليه لي قلقانه منك؟ لا 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 انا عملت لك الاكل بهرتيني ايه بقى، مكرونه وبانيه او شيش اي حاجه سهله كده فاهمه هتتعمل، او رز بالخضار انا يعني بحب الحاجات دي. انتوا الساندوتشز قوي فاكره الصبح تجيبيه. ما هو انا بعمل ده لنفسي. انا ما عندي، لما عشت لوحدي بقيت اعمل، انا بحب الطبخ عادي. ما عندكيش مشكله يعني. انا بحس ان في حاجات بيزكس معروفه، علشان من زمان معروفه ان مثلا الست بتعمل حاجات مهام البيت مش عارف ايه، بس دلوقتي انا شايفه ان في حاجات كتير قوي اتغيرت. انا حاسه خلاص بقى يا ريت ننهي الفكر ده. انا ما عنديش مشكله على فكره اقوم بمهام البيت، بس اتليست والله العظيم انا عادي. انا بحب الاورجنايزيشن، انا بحب التنظيف، انا بحب الطبخ وكل حاجه، بس يعني ما انا بشتغل برضه. يعني انا ستيل بعمل يعني الدور اللي عادي، وممكن اصرف على نفسي كل حاجه. فلو انت ده طب والله العظيم ده انت جدعه قوي يعني لان اصل اي حد عايش لوحده هيكون اوريدي خلاص بقى مسيستم، هيبقى عارف بس يبقى في مشاركه. ما هي دي الفكره، المشاركه بقى. هي المشاركه دي اللي بحس ان في ناس شايفاها ان لا او عيب، والمفروض الحاجات تتقسم. على فكره انا ما عنديش مشكله في الاول وفي الاخر. يعني انا مثلا ممكن لو هو بجد بيورجنايز بحاجه بطريقه معينه اقول له لا انا سيبني انا التنظيف مش عايزاك تلمس. بحس ان انا عايزه الحاجات تبقى بدماغي مثلا يعني. هو في الاول وفي الاخر هي داينامكس للريليشن شيب ما بين اي اتنين. بس انا بالنسبه لي اتليست لو جت منك المشاركه لا اي ويل ريسبكت، يعني يا ريت. طبعا انا مش حاسه ان انا عايزه احس ان انا بعمل كل حاجه لوحدي. صح يعني في الاول وفي الاخر يعني احنا قاعدين تحت سقف واحد. لا ما صح. وعلى فكره مش كل الايام انتي لما بتبقوا كده انا مش كل الايام هعرف انضف البيت بالزبط. معلش انا طالعه واقول بكل صراحه البيت مش هيبقى كل يوم متروق بالطريقه. لا خالص. لو ما فيش حد بيساعد يا اما بقى عارفه هيجي لها، مش عايزه اقول اكتئاب، بس هيجي لها زعل او حزن او مش هتقدري اصلا جسديا، مش هتقدري. هيجي لك بيرن اوت رهيب على فكره جسديا، مش هتقدري. ولما بتصحي في حاجه وبتصحي تكرري نفس يعني. وبعدين انا اسفه برضو اتس نوت اتراكتيف خالص ولا رياليستيك ان انا ابتدي انضف ورا حد. يعني احنا مش في حضانه، ده ABC يعني. يعني في نوع من انواع التنظيف والاورجنايزيشن. يعني انا اسفه ده في ايه في إيه؟ لا فيعني مش بالظبط مش دوري. يعني لو هعمله علشان انا مثلا انت تعبان اوكي، انت تعبانه اوكي، لو مثلا انا بشارك مع روم ميت مثلا او كده، فهي دي الفكره. الى شريكي المستقبلي اظن قالت اهي انا ممكن اساعد بس بليز انت كمان انجز يعني. كده وقوم روق معايا. بالظبط. انا والله العظيم انت عارفه والله نفسي اتجوز راجل بيحب الطبخ. عشان بجد ساعات بحس اللي هو ايه، بليز اتفضل خش اعمل اللي انت عايزه انا مش قادره بس عارفه هتاكلنا ايه. يعني خلاص لو انت مش حابب اكلي ما عنديش، مش هحس باي اهانه، مش تزعلي. لا والله عادي. بس في الاول في الاخر كلها حاجات. لا اول انا بصي انا بقالي هو اولموست 7 سنين متجوزه. عليا رز معجن قمر خلاص. فهو حبيبي فقد الامل فيا. فمثلا اجي اقول له ايه تحب ناكل رز وبتاع، ما تعملي مكرونه. ممكن بليز تغيري عادي يعني. مش حوار. خليكي في المكرونه انت شاطره فيها. من اكتر بقى بس انت الحاجات اللي انت برضو اتشهرتي بيها بصراحه يعني كسر التابو. انت لما دخلتي مش عايزه اقول نظره كل الناس، بس في ناس كانت بتبقى فاهمه انه البلوجرز او الكونتنت كرييترز لازم يكونوا بشكل معين، بوزن معين، بستايل معين. فدي كانت من اكتر الحاجات برضو اللي انتي لا
يعني هو انا بصراحه ما حاربتش الفكر ده لان انا ما كنتش عارفه ان ده بجد ما هو فكر موجود. انا كنت داخله عادي، ما كنتش اعرف ان المفروض ان يبقى فيه شكل وفكر، ما كنتش اعرف، فانا دخلت عادي يعني. فهي دي الفكره يعني، ساعات الواحد بيكسر الطابور عشان هو شخص، عشان هو بني ادم بيكزيست عادي. فانا بصراحه الموضوع ده ما حاربتش الفكر خالص، الا لما حسيت ان الناس بتفرض عليا بقى ده، فحسيت اللي هو لا ايه ده يعني، ايه ليه لازم ابقى الشخص اللي على مزاجكم. بعد كده قعدت شفت فيديو كده تقريبا كانت تاد توك يعني، وكنت كان قال مثل حلو قوي، وكنت حتى عملت عليه فيديو زمان قوي، ان يعني لو مثلا انا دلوقتي لبست جاكيت احمر ونزلت وقعدت في مجموعه، في حد مش هيكون بيحب اللون الاحمر، هيقول معلش الجاكيت لونه وحش. لو قمت وغيرت الجاكيت لون اصفر، في حد في المجموعه ستيل برضه مش هيكون مش حابب اللون الاصفر. انا رضيت اللي انا اللي مش حابب اللون الاحمر، بس في واحد ما رضيتوش، هقوم اغير لون الجاكيت تاني، في واحد تالت مش هيتراضى. فات سام بوينت هو انا مش عايشه عشان ارضي الناس، ما هو انا برضو بني ادمه وانا عايزه اكزيست في حالي، ما فيش مشكله يعني. فانا بصراحه تو بي اونست لحد دلوقتي، والله لحد دلوقتي انا ما اعرفش الشكل انت قولي. والله ما اعرف ان ايه الشكل بقى. هو عارفه اللي هو ما اعرفش يعني، بس دايما كانت الناس بيبقى عندها تخيل اللي هو دايما على طول انا مرتبه، وعلى طول فاهمه، وعلى طول انا وزني بشكل معين، انا يعني اللي هو انا لازم اكون رقم معين، انا ما اعرفش ايه الرقم، بس هو رقمي لازم يبقى قليل يعني فاهمه. وعلى طول انا دايما بطلع بقول البوزيتيف فايبس، بس انت دايما على فكره بتتكلمي عن الحاجات البوزيتيف، بس انا بيعجبني فيكي ان انت برضو بتحاولي بقدر الامكان تبيني مش عايزه اقول الجانب السيء في حياتك، لا الرياليستيك، الجانب الواقعي بالظبط كده. ده انت بتبقي قصداه ولا ده لا عشان انت لا والله انا بحكي حقيقي، انا بطلع ارغي والله يعني مش ما بيبقاش عندي بلان ان انا النهارده هطلع اقول مأساويات عشان ابالانس بقى، لا خالص والله انا بجد بطلع عشان بجد عندي مأساويات انا بجد مش عشان البالانس خالص. بس لان دي حاجه، ده الرياليستيك جورني، انا بجد ما فيش حد في الحياه بجد انا لا هاتيلي حد بجد عايش حياته كلها تحفه. ما هي دي بقى ده اللي انا كنت هقوله لك، انه انتوا اللي الناس واخداه عن صناع المحتوى ايه بقى perception مثلا متعرف عليه، بيجي لها جيفتس، بيجي لها فري برودكتس، احنا بنشوفها في ايفنتس بتاخد طب ما هو في مقابل كتير. ما هو بقى ده ما هو ده بقى ما ده في مقابل، انا مش عشان سواد عيوني عمر ما في حد بعت لي حاجه عشان بيحبني مثلا نفسي لا بيبقى عادي في مقابل. المقابل ده يا اما من شركات كبيره باخد عليه فلوس، يا اما لو لوكال براندز او ستارت ابس ما اخدش عليه فلوس، وبيبقى المقابل ان انت تديني البرودكت ده. بس في مقابل ان انا بعمل لك ماركتنج عادي، زي ما اي شركه كبيره بتروح مثلا لماركتنج ايجنسي تسويق، شركه تسويق عشان تسوق لها للمنتج بتاعه، تعمل لها ماركتنج استراتيجي وبلان ومش عارف ايه، هم الماركتنج بيجيبونا احنا مش احنا اسرع بس فهي الفكره كلها، بس هي ما بتتشافش بقى كده. ايوه، ما ده هو الجانب الحلو او اللي بالنسبه للناس حلو، انه يعني ايه، لا ده نوع من انواع الماركتنج، هو اسمه انفلونسر ماركتنج حتى بيدرس يعني. فهو في مقابل، انا بس مش قاعده في بيتنا فالمفروض انا بيجي لي علشان انا بسنتي دينار، لا والله بقى عادي بشتغل بيهم يعني طب انت تفتكري ايه الحاجه اللي انت عملتيها انت ما شاء الله في فتره قصيره، بس انت فعلا من الناس اللي نجحت بسرعه يعني، انت السنه الرابعه عليكي بس انت ما شاء الله يعني، لا يعني مش عايزه اقول وصلتي، الله اعلم، ربنا يا رب يكرمك توصلي حاجات اكتر، بس قصدي اتليست حققتي حاجه من اللي انت عايزه تحققيها يعني. بالنسبه لك انت لما قبل ما بتعملي بقى في حته الاعلانات، او خلاص انت دلوقتي في نوعين كونتنت اللي بس انت بتقدمه ده الطبيعي عشان الناس تبعتك عشانه، وكونتنت التاني اللي هو لما انا هعمل ريفيو لحاجه، كونجراتيليشنز ان انت بقيتي براند امباسدور لمن اكتر براندز يعني لطاف قوي، واحده لوكال واحده يعني مش عارفه هي تبقى انترناشونال هي كويتيه فبس يعني نوها طبعا جميله فمبروك. بس ازاي بقى انت قدرتي تبني الثقه ان بصي ان انت برضو تكبري، فانت بنيتي ثقه بالظبط، واكيد انت مادام بتقولي على حاجه حلوه او بصي انا ما بشوفيش بتقولي حاجه وحشه، وده مش حاجه وحشه، ممكن تكوني انت الوحش ما تطلعيش تقوليه، واحترمك على ده يعني. بس ازاي قدرتي تبني الثقه دي؟ هو يعني لو الناس بتتفرج عليا هتشوفني اصلا من غير ما اتكلم على البرودكت انا بستعمله، فيعني كل جيت ريدي ويت مي هتلاقيني بستعمل نفس البرودكت، فاكيد عجبني فاكيد الريفيو. فهي اصلا انا ساعات بفرح ان في كامبينز بتبقى على حاجه انا اوريدي بستعملها، انا مش محتاجه، مش اول مره اتعرف على حاجه او كده. انت مش من الناس بقى اللي هو نظام انا مش هطلع حاجه ما دام ما كلمونيش وكده؟ لا خالص، لا خالص، انا بعمل فقره اسمها بوكس اوف امتيز، دي بتبقى برودكتس خلصتها كامله وبطلع احكي عنها عادي، بس وهعمل زي
يعني السيريز دي هعمل لها شويه كده ده تعديلات لازم بصراحه. هتبقى انترتيننج اكتر، لان فعلا انا بالنسبه لي انا بحب اشجع اللعبه الحلوه. حلوه. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر انا عارفه ان الباد ريفيوز مهمه زي الجود ريفيوز، بس انا بالنسبه لي لو الباد ريفيو ده او يعني لو مثلا المنتج ده مؤذي اللي هو حاجه بجد بقى لايف تشينجينج وهيبهدلك، لا يا جماعه يلا نوقف او نفضح، او دي حاجه لا لازم نوقفها. صح. بس يعني انا اسفه يعني لما غسول ولا كريم ما ينفعش معاكي وينفع، ما هو في الاول وفي الاخر رايي الشخصي. صح. فمش لازم ان انا اطلع بقى ابهدل الدنيا وعادي في ما غيرليش حياتي. يا ستي كان وحش، مش لازم اقول خلي بالكو وده مش عارف ايه واقعد اشتم في المنتج واشتم في الانفلونسرز اللي عملوا اعلان على المنتج ومش عارف ايه. لا بصراحه انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله في الباد ريفيوز، بس انا بحسها عادي يعني. انا بشجع اللعبه الحلوه يلا يعني، انا حاجه فادتني هفيد الناس، بس حاجه ما فادتنيش بجد بتفيد غيري. لان في الاول وفي الاخر المنتج الوحش ده معناه ان اكتر من 70-80% من الريفيوز عليه وحشه، يبقى ده بجد منتج وحش. صح. مش اللي هو فيه فرايتي فده نورمال. يعني الناس بتبقى فاكره ان لو انت عليكي باد ريفيوز وجود ريفيوز يبقى كده انت وحشه. أيوة. لا ده الطبيعي ان مش كل حاجه بتنفع معاكي بتنفع مع بس دي حقيقه غيرك. حتى البراندات يعني طبعا قبل المقاطعه وكده حتى البراندات العالميه مش كلها بتنفع على فكره. على فكره، طب ما انا براند امباسادور لتو براندز اهو. هل انت فاكره مثلا هم عارفين وانا عارفه والناس كلها عارفه، هل انت فاكره ان كل البرودكتس كلهم مثلا توب؟ لا انا بحب برودكتس حلوه قوي مثلا توب عندي من البراند الفلانيه، بحب ده قوي حتى لو كلهم حلوين وشغالين، بس انا مثلا متحيزه للبرودكتس الفلانيه عشان طبيعي. لا صح يعني ما انا بقول لك يعني انا بحس ان الموضوع ده فيه على حسب كل واحد بيبني التراست. زي انت قلتي حاجه حلوه بالنسبه لك انت، انا بطلع بقول اللي انا بستعمله. لا وبعدين بستعمله قدامه. يعني مثلا كان في كامبين عن مايسيلر ووتر، والله انا اتقال لي ان المايسيلر ووتر دي عامله تشالنج بتشيل الووتر بروف كامبين. ماشي يلا نعمل لايف اكشن نشيل بجد. هتشيل اوكي، مش هتشيل خلاص انا اسفه مش فهي دي الفكره. انا يعني الحاجه بستعملها وبشوفها، فانا نفسي لما بستعملها انا بتكلم من قلبي، فبحس اللي هو الفايب بتوصل. لا بتوصل الفايب بتوصل ان انا بتكلم من قلبي عن المنتج عشان اوريدي فعلا استعملته، فاي هاف اكسبيرينس معاه. انا بحكي البيرسونال اكسبيرينس بتاعتي بس. انت اول ما بداتي خصوصا في موضوع بقى البرودكتس كده اللي هو الحته الثانيه يعني حصل ترانسفورميشن جامد قوي في الميك اب بتاعك. يعني انت الاول ما كنتيش يعني لا مش لا عايزه اقول ما ما كنتيش كنتش تعرفي، بس يعني لا ما كنتش بعرف. لا والله يعني ما كنت. انا اول فاونديشن في حياتي اشتريته كان لون غلط طبعا، اشتريته اونلاين وانا مش فاهمه ايه الهبل ده، اللي ما كنتش عارفه يعني ايه اندرتونز اصلا. ماشي جبت واحد اورنج وكنت فاكره مش عارفه ليه كنت انا دايما مصنفه لنفسي ان انا سمر قوي، فبجيب الحاجات السمر قوي اللي هم البلاك بيبل. فمش فاهمه ازاي يعني، مش عارفه ليه انا شايفه نفسي عشان بابا كان اسمر قوي. فانا فاكره نفسي ان انا معاه يعني. كنت جبته والله امتى في 2000 على فكره ايه اكيد قبل ما لا مش 22. لا والله العظيم في 22 اول واحد اشتريته اول واحد بنفسي. كنت بسرق من اختي بس واختي مش الشيت بتاعي بس. فاول حاجه بس بعد كده بعت كده اتفرج على يوتيوب وافولو بقى انفلونسرز. شفتي سمعتي قلت لك ايه ترانسفورميشن. لا على فكره انا من ورا الكاميرا بتدرب والله. ما هو لا ده باين. ايوه بتدرب والله. انت حسيتي ان انت عايزه تاخدي الموضوع ده؟ انا حبيته قوي والله. ثيرابيوتيك. اصلك ساعات لما بتبقى عايزه تعملي لوكس معين بتركزي، واللوك بياخد وقت طويل على فكره طبعا. ففي جزء من يومك راح انت مركزه على حاجه حلوه، اتعلمتي حاجه جديده وشويه لو انت مثلا بتمر بحاجه الموضوع فعلا بيبقى اهون يعني. حته انه لو حد متضايق لو بنت يعني خلينا نتكلم عن البنات، انه عارفه كنت انت مره بتقولي في اعتقد ده كان في تيك توك ان انت تقولي انا النهارده عايزه احس ان انا مش فاكره المعنى بالظبط، هو ان انا اللي هو انا اوفر. انا كنت ساعتها انت خارجه خروجه عاديه بس انت كنت اكسترا. ايوه انا كنت عايزه ابقى اكسترا. انت مقرره ان انت عايزه تبقي شخص اكسترا. انا فاكره اليوم ده ايه المشكله يعني بتاع. حتى انت قعدتي تضحكي وتهزري ان انت تقولي ان انت رايحه خروجه عاديه، مش عارفه رايحه فين يعني. كنا خارجين فعلا انا ورانا وهدير عادي بجد خارجه مع اصحابي كده عادي ناكل ونمشي بس. ده الموضوع ده بيفرق ده من دراستك بقى عشان انت قلتي دراستيها. ايوه لا طبعا لا بيفرق على فكره. بحس الميك اب عامه بيبقى ثيرابيوتيك جدا، والبعض الناس بالذات لو هم عندهم الباشن بتاعهم فيه. بس لا ساعات اللي هو عايز تبقي اكسترا ابقي اكسترا. انا النهارده حاسه ان هو انا عايزه البس اللبس الفلاني واحط الميك اب الفلاني واعمل الاسلوب الفلاني. الموضوع بيبقى حلو قوي، لان في الاول وفي الاخر انا عندي فيجن للنزوله دي انا عايزه احققها.
بس هحققها في ايه ده في الاول وفي الاخر ده ميك اب ولبس فيها ايه بالظبط. لو دي بجد الحاجه البسيطه اللي هتحسسك ان انت بجد كويسه النهارده بليز دو ات. دوت. تقولي على نفسك يا بسنت ان انت واثقه في نفسك؟ الحمد لله. هل دي الحمد حاجه لله. من مفيش حد اكتسبتيها؟ بيتولد بيها غالبا يعني. او هي قصدي ودي الحاجه الحلوه ان الثقه في النفس ممكن تكتسب عادي جدا يعني. بس طبعا بصي الانفايرمنت بتفرق، الاهل بيفرقوا، الامكانيات اللي معاكي بتفرق، مش الامكانيات قصدي يعني ماتيرياليستيك وايز ان انت مثلا انك مثلا بتعلمي نفسك حاجات، السكيلز اللي عندك بتفرق. فانا من وانا في صغري ودي حاجه الحمد لله قدره يعني كرم من عند ربنا وبجد شكر لاهلي. وانا بعلن انا دايما بقولنا بريفيليج يعني بجد. فبالذات يعني اهلي انا مقتنع دايما ان كل واحد عنده نسبه لك في حياته، نسبه حظ كده، او انا بسمي اللك ده كرم من عند ربنا عامه يعني. صح، هو كرم. وانا انا معترفه ان انا اللك بتاعي فعلا في اهلي وفي الكوميونتي بتاعي من وانا صغيره. انا اتحطيت مع اهل وكوميونتي كويسين جدا. وقتها بعد كده ات سام بوينت الواحد بعد كده بيبني نفسه بنفسه يعني انا زي ما بدي كريدت ليهم لازم ادي كريدت لنفسي. فاهمه؟ فمن وانا صغيره انا بابا من النوع اللي هو بيرميني بقى في النار وانا في ظهرك. العبي اللعبه الفلانيه، انزلي، انا كنت فراقه جدا، العبي اللعبه الفلانيه، اتعلمي الحاجه الفلانيه، انزلي البتاع الفلانيه، لو خسرت مش عارفه في ايه معلش ونحاول تاني ونجرب تاني، وماما تطبطب وبابا عادي فيها ايه ومش عارف ايه. فاللي هو الحاجات دي بتفرق قوي. صحابك اللي حواليكي الموضوع ده تختاري الناس الصح عامه بتفرق قوي. ده اولا. ثانيا واحده واحده بعد كده كل ما بتكبري بيبقى فيه ستيجز مختلفه، التينيج ستيج، الجامعه، كل حاجه بتغيرك ان جنرال يعني. فات سام بوينت من حياتك لا بتحس ان انت ثقه في النفس زيرو عادي. صح. ودي حصلت لي قبل ما ادخل الجامعه بالذات بعد ما عييت. كنت باخد كورتيزون ووقفته، ما كنتش عارفه اوقفه، فحصل لي بقى مشاكل ومش عارف كده وبتاع. وكنت حاسه ان انا بقى عاجزه عن الحاجه اللي انا بعملها اللي هي اكشلي الرياضه. انا كنت بحب قوي السلاح، فكنت بعمل اي حاجه عشانه، فكنت عاجزه قوي ان ما كنتش قادره اتمرن، ما كنتش قادره اخد نفسي بتاع. يعني بالظبط. فبعد كده واحده واحده اتعلمت ان وطبعا وقتها بعد كده جسمي اتغير جدا جدا. وانا مش متعوده على الشكل ده، مش متعوده على الوزن ده. حكيتي كمان ان انت مريتي بعمليه يعني بالظبط. فكنت وقتها وبعد على فكره من العمليه من الحاجات اللي خلتني اكتشف واتاكد لي ان اتس نوت اباوت ذا ويت. لان انا عادي، انا بعد ما عملت عمليه وخسيت انا ستيل ما كنتش حابه نفسي، كنت ستيل عماله بقول لا this is not the weight اللي احنا اتفقنا عليه، يلا تاني ومش عارفه ايه ودوسي. مع ان على فكره ماما واحده صاحبتي كانت بتقول لي بس انت خسيتي لدرجه ان شكلك بقى وحش. كنت خسيت جدا جدا يعني. بس فهي الفكره كلها مش في الحاجات الماتيرياليستيك، هي في الحاجات within. واكيد في سراوندينجز، مش هنكذب يعني. طبعا في سراوندينجز، بس الاهم من ده كله لما دخلت بقى على السوشيال ميديا وعدت لنفسي حاجه ان انا لا كلمه تعليني ولا كلمه تديني، السبورت حلو ومفيش والسبورت بيفرق جدا، والوردز اوف ابريشيشن للناس انا بيفرق معايا قوي وبطير في السما لما الاقي حد بيقول لي مثلا انا رحت ثيرابي بسببك، انا اتعلمت مش عارفه ايه بسببك، انت علمتيني كذا. لا بتفرق جدا. بس مش هينفع ان انا ابني ثقتي في نفسي ومنبعي على الكلام، عشان زي ما الكلام ده هيعليني كلمه واحده هتديني بالظبط. كلمه واحده هتنزلني. خصوصا انت بتتكلمي على الحاجات النفسيه ودي من اكتر يعني ده مني معظم الكونتنت بتاعك وده الناس دلوقتي معروفه عارفين بسنت بيه. يعني انت لايف ستايل شويه طبعا، ساتس يا جماعه مش قادره اقول لكم ساتس بس يعني. والحته المنتل هيلث وان ازاي نعرف نفسنا، والجورنالينج طبعا برضو انت بتعملي كونتنت كتير قوي ان ليه لازم الجورنالينج هو نوع من انواع الثيرابي. صح كده؟ ان احنا لازم نكتب احاسيسنا اعتقد او كده. بتتعاملي ازاي انت بقى مع الانتقادات؟ اكيد بيجيلك صح؟ بس على فكره انا عايزه اقول لك حاجه، اكيد بيجيلي يا نهار اسود. بصي ثيرابي برضو ساعدتني في الموضوع ده. قالت لي اولا انا في الاول كنت باخد الموضوع على قلبي وكنت برد، واللي هو كنت واخداه من سكه ايه، كاني بعلم الناس ما توقفوش ولازم تاخدوا حقوقكم ومش عارفه ايه. وما كنتش يعني I didn't know better وقتها، ما كنتش عارفه ان مش كل الحروب لازم تدخليها، مش كل حاجه لازم تردي عليها. عادي جدا، بالعكس انت كل ما بتردي كل ما بيجيلك ازيد. لان انا عيني مركزه على البارت ده. فاهمه؟ واحده واحده. والثيرابيست قالت لي لو بطلتي اصلا تطلعي نيجاتيف كومنتس وتردي عليها
انت اصلا واحده الحاجات دي هتقل عشان انت اوتوماتيكلي هتركزي على البوزيتيف كومنتس والناس هتبقى مش شايفه ان اصلا بيجيلك نيجاتيف كومنتس. وفعلا الموضوع ده ات وركت اوت سو هارد، وطلعت قلته كذا مره ان لا يعني ما يعني في نيجاتيف كومنتس على يعني عن نيجاتيف كومنتس فاهمه بتفرق في حاجات. ببقى اللي هو ايه، لا انا I need to educate people ان في حاجه مش هينفع ان دي مثلا she crossed the line او كده. لكن بتشيلي ناس بلوكينج كتير قوي. انا في يوم عملت فيه 139 بلوك بجد. والله العظيم. اصل انا بعمل بلوك للي عمل للي قل ادبه، وبعمل بلوك للي عمل لايك انت عاجبك طب ماشي دي هدير دي. ايوه ما هي هدير هي اللي علمتنا كلنا الاستراتيجي دي. لا بلوكينج كتير قوي طبعا يعني. لان اصل بصي في الاول وفي الاخر هي دي صفحتي، انت اديت لنفسك الحق ان انت عايز تدخل تنتقدني او تقل ادبك او تشتم او كده. انا عندي الحق برضو ان انا اعمل اللي انا عايزاه. هي دي الفكره، ان انت ما ينفعش تدي نفسك الحق ان عشان انا بابليك فيجر ان انت تكروس اللاين ده، والمفروض ان انا اقعد ساكته او انا ما يكونش عندي حق رد الفعل. فانا رد الفعل بايه؟ شكرا وخلاص بقى. انا عمال برتاح نفسيا اللي هو اصلا بنسى خلاص بقى. طبعا انا عملت بلوك انت نسيت. يعني عشان عارفه تحسي زي ما قلتي انت في الاول ابقى سيف ليه هبقى يعني. وبعدين هو الموضوع سهل. انا لو بس انت بتقول حاجه ضد مبادئي ضد اي حاجه ضد خلاص شكرا انا مش عايزه فولو يو يعني. بالظبط. بحس ان الانفولو اسهل والله بكتير ان انا اخش ابعت مثلا لبسنتا واكتب كومنت انه على فكره انت وحش، او على فكره في انتقادات. انا ما عنديش مشكله لو حد كتب ايه بس الفيديو كان المفروض يبقى كذا، انت ليه ما قلتيش كده، اللي هو الحاجات الطبيعيه. اوكي يعني الانتقاد اللي هو انا عايزه اقول لك انا في ناس بنقعد نتناقش مع بعض عادي علشان وجهات نظرتنا بتفضل مختلفه، بس بنطلع من النقاش كل واحد محترم التاني. لان في الاول وفي الاخر انا مستحيل ابقى على مزاجك ولا انت على مزاجي، ولا انا بفرض رايي خالص، ولا انا بطلع اقول ان المفروض تعملوا كذا ولا مش عارف. في الاول وفي الاخر انا بقول حاجه education، حاجه علميه مش عارف ايه، personal experience ريفيو عن حاجه. الدنيا ابسط من كده بكتير. نفسي اقول بجد الدنيا ابسط من كده بكتير بكتير يعني. بس انت بما ان انت دلوقتي بقالك 4 سنين اهو على السوشيال ميديا، ايه اكتر حاجه مش صح الناس فاكره ان هي صح عن صناعه المحتوى؟ عارفه لو ايه اكتر حاجه اندر ريتد ناس مش واخدين بالها؟ ان احنا بجد لينا عادي حياه تانية. يعني احنا بصي، الواحد لما بيتعود ان هو يشوفك من ورا شاشه، لما بيشوفك على الحقيقه في ناس بتتصدم، مش عارفه اللي هو بتاع اللي هو عادي. ببقى قاعده عادي، في ناس ببقى قاعده مثلا في كافيه ولا ببقى قاعده عادي اللي هو ان يعني it's a psychological thing على فكره. ان اللي هو يعني انا كان في والله واحده بعتت لي تقول لي انا عندي فضول اعرف حياتكم عامله ازاي ورا الشاشه. عادي، حياه عادي، عندي عندي اخت، بتخانق، بعيط، بصوت، ببقى متضايق. مهما وريت لك الرياليستيك بارت على السوشيال ميديا انا ستيل اي هاف ا برايفت لايف، اكيد محدش يعرف عنها اي حاجه. وده الصح يتهيألي يعني. زي ما على فكره ما انت بتروحي الشغل مش هينفع تحكي برضو لحياتك لكل الناس اللي معاكي في الشركه. بالظبط. لا هي الفكره ان يعني غير كده، ان يعني غير ان انا عندي حياه، هو اللي انا عايزه اقوله ان اللي انتوا بتشوفوه احنا بنختار ان احنا نوريه لكم. اوكي. يعني اللي انت عارفاه عني هو اللي انت عارفاه، هو اللي انا اخترت اللي انا اوريه لك. لكن ميبي في جزء كبير او مش ميبي، هو ده اكيد في جزء كبير قوي من حياتنا ما حدش يعرف عنه حاجه ولا هيعرف. بالظبط. ومهما حكيت لك الحاجه مثلا، ما انا بحكي العزال بحكي لها بطريقه كوميديا سوداء، بس هل حد يعرف ان انا بجد كان جت عليا فتره كل يوم كنت بعيط وبتخانق مع ماما، ولا بقول لها انا متضايقه ولا مضغوطه وعندي شغل وعندي مش عارف ايه، ما حدش يعرف انا البلان بتاعتي ماشيه ازاي. يعني هي دي الفكره، اللي انتوا بتشوفوه هو اللي انتوا بتختاروا ان انتوا تشوفوه. في ازيد من كده وفي اعمق من كده بكتير. الفكره هي حتى الفلوج، لو خدت معاك فلوج لليوم كله استيل في بارتس في اليوم ده ما طلعتش اكيد، اللي هو انت ما صورتيهاش. اللي هو اصل انا رحت النهارده بودكاست ومش عارفه. بس هل بقى بصي بقى انا وانتي قعدنا نتكلم مثلا في حاجات اعمق بكتير بره الكاميرا، الحاجات دي فاهمه؟ دي حقيقه فعلا. بحس ان دي من احسن، وبحس انه لازم دايما الشخص يكون عنده حته برايفت محدش ينفع يعرف عنها سواء اون سوشيال. بس عشان زي ما انتي قلتي لي بره ما دام انا بابليك فيجر فالناس بتبقى متعوده اللي هو العشم يعني بالظبط. وفي ناس يعني. بالظبط. لا طبعا في ناس طبعا في ناس بتكروس الباوندري جدا وبتقعد تسال اسئله برايفت قوي، يعني اللي هو اصلي برضو مش انا قلت ان انا عزلت خلاص مش لازم ندخل بقى في مرتباتي
يعني انت عزلتي ليه وانت بتقبضي كام وفلوس مين اللي عزلتي دي بجد؟ ده انت ازاي يعني؟ طب ليه؟ مش عشان قلت لا عزلتي يبقى كده انا خلاص انتوا في اكيد حياتي. طبعا سالتي ساكنه فين، فاهمه؟ طبعا. يعني هتحسي لا مثلا ما انا طبعا اكيد مش طبعا. هطلع اقول يا جماعه لا يعني طبعا. اخر يعني حاجه قبل الاخيره هنعملها. انا عارفه ان عمو الله يرحمه كان حد يعني ليك طبعا كثير يعني، وانا عارفه يعني ايه شخص يفقد حد جميل زيه. طنط دلوقتي او مامتك تعني لك ايه؟ لا نقطه ضعفي، كل حاجه طبعا. كل حاجه. تحبي تشوفي طنط مبسوطه صح؟ طبعا يا نهار ابيض. انا بحسك على فكره لما كنتي في دبي في فيديو كده معين عمري ما انساه لما هي جات لك. دي كانت بقى احلى فقره. انا قعدت في دبي متقطع يعني لو كولكتيفلي مع بعض كده حوالي 6 شهور او 7 شهور بجد. لا هي فعلا احلى 15 ايام كانت هي موجوده فيهم، لان انا حسيت بقى ان انا اولا ده كان التارجت بتاعي. اول مره قلت انا هروح دبي، انا هروح احاول اشتغل واثبت نفسي واحوش وبتاع، علشان انا عايزه اصفر ماما، انا عايزه ادلع ماما. فماما سافرت كتير قوي في حياتها فكره ما عدا دبي سبحان الله. فانت كنتي فالتارجت بتاعي لو خلاص لو دي خلاص يلا بقى انا نفسي بقى ادلعك انا كنت حابه قوي ان انا عايزه اوريها الريزلت بتاعتها. هي تعبت قوي عشاني، تعبت قوي عليا، صرفت كل حاجه، ضحت بكل حاجه. فاللي هو عايزه اقول لها ان ده جزء بس من ده، جزء مقابل ده عمري طبعا ما هنعرف نديلهم مقابل يعني. بس لا يعني ماما انا لدرجه ان انا قعدت فتره بقيت حاسه اللي هو انا عايشه عشانك، مش انت كنت عايشه عشاني، انا دلوقتي بقى عايشه عشانك بقى. دي اخر حاجه يا بيسو. هنا على الورق ده مكتوب كلمه، انت هتاخدي ورقه راندوم يعني وقولي الكلمه دي تعني البسنت ايه. ماشي. الاخلاص. انا بحس ان الاخلاص مش عارفه يمكن افعال، وافعال اكتر بتبقى من ورا ظهرك ما بتبقاش في وشك، فاهمه؟ يعني انا حته ان انا لما اعرف في يوم من الايام ان في واحده صاحبتي اتكلمت عليا حلو، او كان في مثلا حد بيتكلم عليا وحش وصاحبتي دفعت عني، او مثلا كان تم يعني فاهمه في مواقف معينه. دي مواقف بسيطه يعني، بس بقول لك في مواقف معينه بحس ان الاخلاص دايما افعال، وافعال بتبقى بتهيت هارد اكتر كده لما تبقى من ورا ظهرك. بصراحه يعني من انتي احلى حاجه فيكي بصراحه. النهارده استمتعت معاكي جدا. انتي في ناس تعرف توصف حلو قوي وانتي بتعرفي توصفي حلو بجد ما شاء الله. اختيارك للكلمات للتعبير عن شخصيتك او مشاعرك، لا يعني انا اعتقد ان شاء الله ان انتي هتبقي كوتش كويسه جدا. ان شاء الله اول كلاينت معاكي ان شاء الله. بس انا اتبسطت معاكي بيان. وانا كمان والله العظيم. وانا الحلقه كمان ان شاء الله تبقى حلوه، وانا مبسوطه ان انتي اتكلمتي في حاجات كتير. انا كمان انتي بتسالي حلو انت. بجد طلعتي شويه. ثانك يو سو ماتش يا بسنت ونورتي حبيبتي ربنا يخليك. باي باي باي.